عشرات المواطنين ينتظرون الآن أمام مركز البي في مدينة عزاز، كما هو الحال في العديد من المناطق. الآن الازدحام في مدينة الباب وفي مدينة عفرين أكثر من هذا الازدحام الموجود حاليا. العشرات بل المئات من الموظفين من القطاع التعليمي من موظفي المنظمات والمشاريع ينتظرون منذ ساعات للحصول على رواتبهم. مشاكل عديدة تواجه هؤلاء المواطنين للحصول على معاشاتهم، كونه المركز الوحيد الموجود في مدينة عزاز، وهناك أيضا في المناطق الأخرى مركز واحد في مدينة الباب ومركز واحد في مدينة عفرين وآخر في جنديرس. وعلى هذه الحال المناشدات العديدة تصلنا كل شهر في السعي لتوسعة المراكز، توسعة الحصالات، لكن دون استجابة. دعونا الآن نستطلع آراء بعض المواطنين الموجودين هنا الذين لا يزالون ينتظرون منذ ساعات. عم تستنى هون انت هتقبض؟ شو صار لك؟ تقريبا ساعة ونص. ساعة ونص كنت برا ساعتين. منظمة ساعة ونص لك هون. برا كنت ساعة هون ساعة. اليوم لا ما بتحصل؟ لا أكيد لا. استنزل الساعة 8 الصبح أنا موجود هون. الساعة 8 الصبح واقفين على الدور، واقفين على صلاة الصلاة، رجع صارت عجا. تنظيم إداري ما في. هذا التنظيم الإداري ما في. طبعا هي رواتبكم قبل العيد رح تحصلوا عليها انتم؟ نعم من الله. حضرتك معلم، موظف منظمة، شو؟ والله أنا معلم. عندك امل اتصال كل شهر بتعانوا نفس المشكلة؟ تقريبا. حصلتوا شيء على وعود بتغيير هذا الواقع؟ لا ما في أي وعد. ما في وعد. نحن عم نطالب، كان أول تجي اللجان في مدارسنا تقبضنا، كان أفضل. طيب ممكن على هذا الوضع بعض الناس ما يحسنوا اليوم بدور انه يقبضوا؟ والله أنا العيد الماضي ما حصلت عليه. ما حصلت عليه العيد؟ ما حصلت عليه بعد العيد. اضطريت تتدين لحتى هو اصلا عم ناخذ راتب مفيد راسا، يعني ما بزيدنا شيء. الحمد لله. خلينا نشوف آراء أخرى. السلام عليكم، يعطيك العافية أستاذ. أستاذي حضرتك معلم ولا موظف؟ موظف. شو صار لك عم تستنى هون؟ من الساعة تقريبا 9. الساعة 9 الصبح. ايه. في أمل اليوم تحصل على راتبك ولا شلون الوضع؟ والله أمل قليل. صعب وجديد. بكرة عطلة؟ بكرة عطلة. يعني إذا ما حصلت اليوم؟ راحت لبعد العيد. حضرتك كمان موظف؟ حضرتك موظف؟ نعم. من ايمتى هون عم تستنى؟ صار لي من بعد الصلاة. صار لي تقريبا ساعتين. صعب وجديد اليوم. من أي منطقة جاي حضرتك؟ الأخ من شمانين يجي. ايه. ما في مركز إلا بعزاز تقبضوا. ما في مركز الا بعزاز اخي، محصورين بهالمنطقة وما في الا هي. ومثل ما نكون شايفينها اخي وليك طلع. يعني مشكلة. طيب تقديريا هاي الزحمة اللي شايفها هون أنا شو بدها تقديريا لا تمشي؟ لا تنظيم دور، لا شيء صعب لا وجديد ما جداً. يمشوا على السواء، بيجي شخص من هذاك الطرف بفوت مباشر، بيجي شخص معه واسطة بفوت مباشر، او ايش هذا؟ لا تنظيم دور تعالى من الخلق، كل العالم صار لها من الساعة 9 الصبح. حضرتك موظف معلم؟ لا كفالة ايتام. نعم. شو صار لك عم تستنى هون؟ صار لي من الساعة 9 بالضبط. الساعة 9 الصبح. نعم. ايمتى تسكر المركز؟ الساعة 4 وهي ما بقي غير ساعتين. ساعة. باقي ساعة لكل هالعالم. ساعة يا دوب. وهي انا امبارح جيت وصلت 3 طاقة ما تم مصاري الساعة 4 ها، يعني هلا انا يا دوب اوصل للباب بسكر. وصلت امبارح على الطاقة وما كان في مضى المصاري؟ ما تم مصاري. نعم. طيب إذا ما حصلت على راتبك شلون تقضي العيد؟ ايش السبب؟ ما بسلم امري لله واشتكي عليهم لله كمان. اي نعم. أحسن شيء شكوى لله.